أهلا بيكم. النهاردة هنرسم سوا القديس بجوش صاحب البأس شفيع الضيق. يلا بينا نجهز أدواتنا ونبدأ مع بعض نرسم سوا القديس بجوش. أهلا بيكم. يلا بينا الأول نجهز أدواتنا، وهي عبارة عن كراسة الرسم أو ورقة بيضة، وطبعا مسطرة وقلم رصاص وأستيكة، والألوان بتاعتنا بقى اللي احنا نحب نلون بيها، سواء ألوان شمعة أو فلوماستر أو ألوان خشب أو ألوان مية زي ما تحبوا. اول حاجة بنعملها زي ما انتم متعودين في الفيديوهات بتاعتنا، ان احنا بنجيب المسطرة ونقسم الورقة بالنص، خط بالطول وخط بالعرض، علشان الرسمة بتاعتنا تبقى في وسط الورقة، ما تبقاش محطوطة فوق قوي ولا تحت قوي. لما تبقى الرسمة في وسط الورقة بتبقى شكلها حلو ومتناسق. اول حاجة هعملها هسيب ربع الصفحة كده من فوق، وبعدين هبدأ ارسم شكل بيضاوي، والخط النص اللي بالطول ده بيمشي في نص الشكل البيضاوي، يعني شكل البيضة كده. وبعدين هرسم خط في النص بتاع الشكل البيضاوي ده، وهرسم حوالي 5 خطوط متساوية، عشان دي اللي هنحط فيها الحواجب والعيون والمناخير والبق. بعدين هرسم الرقبة زي ما انتوا شايفين كده، خطين قصاد بعض مفهومش حاجة خالص. بعدين من ورا الخطين دول هعمل حتة صغيرة كده اللي هي بتاعة الكتف. تمام. وبعدين هوصل الخطين دول بكيرف كده علشان يبقى ديت الفتحة بتاعة الهدوم بتاعة القديس بجوش. تمام. بعدين اكمل شد خط الكتف كده، حتة كمان من هنا وحتة كمان من الناحية التانية. تمام. بعد كده هسيب اللي انا رسماه ده خالص، وهبدأ ارسم الايد بتاعة القديس بجوش زي ما انتوا شايفين في الصورة. تمام. هعملها ازاي؟ بقيس كده من عند الدقن لحد الخط اللي انا عاملاه فوق بتاع الحاجب، يعني كفة الايد بتساوي من عند الدقن لحد الخط بتاع الحاجب اللي هو بتاع القورة كده. فلازم الايد اللي هرسمها تبقى نفس الحجم ده بالظبط. فبقيس كده زي ما انتوا شفتوا كده بالقلم الرصاص حجم الايد هتبقى قد ايه، ولو طويلة او اكبر او اصغر، يعني لو اصغر بكبرها، لو اكبر بمسح الزيادة عشان تبقى نفس الحجم. الايد تبقى قد كده من الدقن لحد القورة. جربوا كده انتوا في البيت، حطوا ايديكوا من اول الدقن لحد القورة بتاعتكوا، هتلاقوا الايد هي حجمها المساحة دي كلها. تمام. فبرسم الايد عبارة عن خطين قصاد بعض، وبحط فيهم كده الخطوط بتاعة الصوابع، وانزل بكيرف من ناحيتين، وبعدين بخطين مستقيمين اللي هي بتاعة الدراع، وبعدين ارسم حواليها القماش زي ما انتوا شفتوا اللي هي بتاعة الكم. بعدين هرجع تاني للقديس بجوش، ومن الخطين التانيين بتوع الكتف اللي انا كنت عاملاهم هشد برضو كيرف تاني، واعمل العباية اللي هو بيلبسها او الباليوم اللي كانوا بيلبسوها زمان في العصر بتاعهم. وبعدين في النص الصدر كده بتاع القديس بجوش هبدأ اعمل خط برضو في النص كده علشان اعمل الايد التانية بتاعته، ونعمل خطوط كده بكيرف علشان دي طبعا تنيات القماش. نرسم الكفة الايد بقى بتاعته وهو بيشاور على الصليب، هنعمل الصباع بتاعه كده، وبعدين نعمل خط اطول اللي هو بتاع السبابة، وبعدين هنزل كده بكيرف بالايد بتاعته، واوصلها بالكم اللي احنا كنا عاملينه اللي نازل من الخط بتاع العباية اللي انتوا شايفينه ده. وارجع برضو اقيس حجم الايد قد الوش من الدقن للقورة ولا لأ. تمام. عشان يبقى الرسمة بتاعتنا متناسقة وجميلة، ما ينفعش ارسم مثلا الايد كبيرة قوي والوش صغير قوي. تمام. ولا مثلا الوش كبير واعمل الايد صغنططة نمنم ما تبقاش باينة. تمام. فعرفنا ازاي نقيس الايد بتاعة الرسمة على قد الوش اللي احنا رسمين. تمام. بعد كده هرسم الصليب في ايد القديس بجوش، هجيب المسطرة بتاعتي واعمل خطين نازلين من ايده من تحت متوازيين، وبعدين اكمل الخطين دول لفوق، وبعدين هرسم خطين قصاد بعض بالعرض، واقفل اطرافهم كده برضو بكيرف، وطبعا حجمهم بيبقى اصغر من طول الصليب. وبعدين هبدأ كده اعمل خطين قصاد بعض كأنهم علامة اكس، وبعدين هنزل منهم خطين تانيين على الطرفين كأنها شريطة الصليب مربوط بيها، او مربوط الحتتين الخشبة دولت بشريطة. تمام. فعملوا شكل الصليب. طيب زي ما انتوا شفتوا كده وش القديس بجوش باصص تروكار من الجنب.
فانا هعمل ايه بقى؟ شايفين خط النص اللي انا كنت عاملاه ده؟ هعمل خط تاني قصاده بحيث انه ينزل في نص الدقن. تمام. يبقى دايما لما نيجي نرسم الوش من قدام، باصص من قدام، يبقى خط النص ده في نص الوش. لما اجي ارسمه من الجنب يبقى الخط ده يتنقل شوية، يتزحزح شوية كده ايه للجنب، عشان يبقى بيبص من الناحية التانية او بيبص من وشه من الجنب. وبعدين على الخط الاولاني فوق اللي احنا عملناه، احنا اتفقنا ان انا قسمت الوش 5 خطوط متساوية قصاد بعض. تمام. على الخط الاولاني فوق هرسم الحواجب، بين الخطين الاتنين اللي تحتيه هرسم العيون، وبعدين على الخط الرابع من اول خط الحاجب لحد الخط الرابع بعمل المناخير، وعلى الخط الخامس برسم الفتحة بتاعة الشفايف. تمام. طيب انا كده رسمت الحواجب فوق على الخط اللي فوق خالص، وبعدين بين الخطين اللي تحتيه رسمت العيون عبارة عن علامة اكبر واصغر، عارفينها طبعا، وبعدين برسم جواها دايرة صغيرة، وبعدين دي اللي هي النني يعني، وبعدين بقوم قافلاها ب7 تانية قصادها فبقت شكل العين، وبرسم فوق العلامة اكبر واصغر دي خط تاني فوقيها يعني متوازي معاها علشان يبقى ده الجفن. تمام. والمناخير بنزلها زي ما قلت لكم من الخط الخامس للخط الرابع، وبعمل الدوران بتاعه المناخير. بالنسبة للبق برسم دوران من الخط اللي احنا عملناه الصغير ده على الخط الخامس، وده كده بقى الشفة اللي تحت، وبعدين بنرسم فوقيه زي شكل قلب كده صغير فوقيه بقى كده الشفة الفوقانية، وبعدين بنعمله الشنب والدقن خفيف زي ما انتوا شايفين كده، وارسم الودان على نفس الخط بتاع المناخير اللي هو الخط الرابع اللي احنا عاملينه. يبقى لازم الودان تبقى على نفس الخط بتاع المناخير. بعد كده نبدأ نرسم الشعر بتاع القديس بجوش، هنرسمه كده بزجزاج داير على الراس الاول القورة، وبعدين هبدأ اطلع بقى بره الراس الدوران البيضاوي اللي انا عملته ده، واعمل بقية الشعر من فوق، يعني ابعد عنها شوية وابدأ ارسم ايه بقية الشعر برضو بزجزاج كده داير لحد ما يجي من ورا الرقبة كده. وخلي بالنا ان خط الرقبة اللي احنا كنا راسمينه قبل كده هبدأ اوصله بالودان. تمام. يبقى لازم خط الرقبة برضو ما دام انا باصه من الجنب يبقى واصل كده بالودان. تمام. طبعا ما تنسوش بقى ان احنا نمسح كل الخطوط الرصاص الزيادة اللي احنا مش محتاجينها بقى بعد ما رسمنا. تمام. بنتك بقى على الرسمة بتاعتنا ونمسح كل الخطوط الزيادة اللي ملهاش لازمة. تمام. الخطوة اللي بعد كده بجيب مسطرة دواير وارسم الهالة، بحط كده على خط النص اللي احنا كنا رسمينه قبل كده وارسم الهالة بتاعة القديس. طب افرض مش عندي مسطرة دواير، ممكن ارسمها بكوباية عندي صغيرة، او احط برضو كوباية واسطنها كده على الراس واعملها. طيب ما عنديش كوباية وانا كبير شوية، ممكن استخدم برجل. تمام. ما فيش كوباية ولا برجل، اعمله بطبق، اي حاجة مدورة، اي غطا. تمام. طيب نيجي بقى لخطوة التلوين. اول حاجة نعملها اما ان احنا نحدد كل الرسمة بالقلم الاسود. طبعا انا هشتغل النهاردة بالوان خشب، فهحدده كل الرسمة بالقلم الاسود الخشب. تمام. فانتوا لو مثلا عايزين تحددوا الرسمة كلها مرة واحدة وبعدين تلونوا اعملوا كده، لو عايزين تعملوا زي ما انا هعمل النهاردة بنحدد جزء جزء ونقوم ملونينه واحدة واحدة، فاعملوا اللي انتوا تحبوه عادي. تمام. فانا حددت دلوقتي الشعر والهالة، ولونت الشعر بتاتشات كده بالقلم الاسود، وبعدين حطيت عليها بني، وبعدين حطيت شوية اصفر عشان تعمل اضاءة. تمام. وبعدين لونت الهالة، وخلي بالنا ان احنا منطلعش بره الخط اللي احنا محددينه. وتاني حاجة كمان ان انا لما باجي بلون في اتجاه واحد، زي ما انتوا شفتوني كده وانا بلون الهالة ماشية في اتجاه واحد، ودي الطريقة الصح في التلوين. ما ينفعش الون بالعرض وارجع الون بالطول وبعدين بالعرض، دي ايه ما ينفعش، لازم الون في اتجاه واحد. بعد كده هبدأ احدد الصليب والخطوط اللي انا عملتها جواه والشريطة، وامسح برضو الرصاص الزيادة.
وبعدين هجيب اللون البني وامشي برضو على الطرفين اللي انا حددتهم، يعني كل خط اسود انا عملته همشي جنبه باللون البني، وبعدين هفتح في النص باللون الاوكر اللي انتوا شايفينه، او لون اصفر او لون بني فاتح يكون عندكم. تمام. وبرضو انا بقى هحط برضو درجة من البني الفاتح عشان ما يبقاش ايه في النص فاتح قوي، وهلون الشريطة باللون الاصفر كده الفاتح شوية. تمام زي ما انتوا شايفين. فنعمل كده كأن الخشبة فيها اضاءة. بعد كده هبدأ ارسم الهدوم بتاعت قديس باجوش. هبدأ احدد برضو بالاسود الحتة بتاعت الملابس من فوق، وبرضو على الطرفين الاسود دول همشي باللون الازرق الغامق، وبعدين في النص هديها ازرق فاتح او لون لبني. تمام زي ما انتوا شفتوا كده. بعد كده هاجي لللبس. اللبس طبعا اللي تحت بيبقى لون ابيض عشان القديسين طاهرين وقلبهم ابيض، زي ما احنا بنقول كده في عيد النيروز ان احنا بناكل البلح عشان قلبه ابيض زي قلب الشهداء، صح؟ طيب انا هبدأ احدد برضو الملابس، وطبعا خلي بالكم انا بعمل كده ايه خطوط بالطول عشان دي كأنها تنيات القماش. تمام. انتوا عارفين ان اللبس بتاعنا بيبقى واحنا قاعدين واحنا واقفين بيبقى ايه كده في تنيات. طب بعدين هجيب اللون رصاصي. طب افرض انا ما عنديش لون رصاصي هعمل ايه؟ هجيب قلم رصاص والون كده خفيف خفيف خالص الايه كل خط اسود انا عملته هعمل جنبه خط جنبه كده بالرصاصي. تمام عشان تدي في اضاءة كده ودرجات في اللبس. تمام. انتوا لو بصيتوا لللبس بتاعكم مثلا هتلاقوا في حتة باينة انها غامقة وحتة باينة انها فاتحة. تمام. فده اللي احنا بنعمله. هبدأ كده باللون الرصاصي، او ما عنديش لون رصاصي هجيب قلم رصاص وهلون كل خط اسود هحط جنبه كده ايه خط كمان بالرصاصي الفاتح. وبعدين هبدأ اجيب اللون الابيض. طبعا ده ابيض لون خشب. طب افرض انا ما عنديش لون ابيض خشب هعمل ايه؟ هسيبها كده فاضي. تمام. هو بس اللون الابيض الخشب بيعمل زي كأنه بيسيح الدرجة كده مع بعض. نيجي بقى لللبس اللي هي العباية او الباليوم، بنسميها احنا باليوم كده، اللي كان لابسها قديس باجوش فوق الهدوم بتاعته. بحددها برضو باللون الاسود زي ما انتوا شايفين. وبعدين هعمل ايه بقى؟ هجيب احمر غامق واحمر فاتح. الاحمر الغامق او النبيتي هعمل بيه ايه؟ هبدأ كده جنب كل خط اسود عملته همشي جنبه كده برضو علشان يبقى الهدوم فيها درجات حلوة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده كل خط اسود انا عملت فيه ايه؟ بحط جنبه خط نبيتي او خط احمر غامق. لما اخلص الناحية دي ابدأ برضو اعمل نفس الحركة في الناحية التانية، برضو عند كل خط اسود بحط برضو خط احمر غامق او خط نبيتي. تمام. لما نخلص هبدأ اجيب بقى اللون الاحمر اللي هو افتح شوية من اللون الاولاني، وبرضو همشي جنب كل خط نبيتي بخط برضو احمر اللي هو افتح منه درجة. وبعدين لو عندي لون احمر افتح ببدأ املى بقى كل الفراغات دي كلها برضو باللون الاحمر الفاتح ده. طب افرض انا ما عنديش زي ما انا كده برسم ما عنديش، قمت عملت ايه؟ خففت ايدي شوية كده على القلم ولونت ايه بقيت كل الحتت الفاضية في كلها في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين. انا ما بلونش واحدة بالعرض واحدة بالطول، بمشي في اتجاه واحد وما بطلعش بره السطر. بعدين هنبدأ بقى نحدد الايدين باللون الاسود، وبعدين ابدا اجيب اللون البني بس بدرجة خفيفة خالص كده، وابدا احدد ايه امشي ورا كل خط اسود كده بخط بني علشان يدي كده برضو ايه درجات. وبعدين هجيب اللون السكيني والونها كلها. اللون السكيني ده لون الجلد. طب افرض انا ما عنديش لون الجلد ده اعمل ايه؟ هجيب لون بامبا خفيف او انا اخففه كده ايه اعمل خفيف كده بايدي ما اتكش على القلم، او قلم اورنج يكون خفيف خالص والون الايدين والوش كده يبقى لون السكيني برضو. تمام. بس من غير ما اتقل عليه. تمام. ابدا بقى ارسم في الوش كمان برضو هحدد باللون الاسود، وبعدين هاجي للحدقة بتاعه العين دي هلونها بلون بني واديها حتة اصفر كده عشان تبقى كأن عيون القديس باجوش كده لونها عسلي. تمام. وبعدين اجيب القلم الاسود واحط النقطة كده في النص عشان تبقى دي النني بتاع العين. وبعدين برضو هجيب اللون البني
خفيف خالص كده، تاتشات خفيفة. هبدأ احدد الخط بتاع الرقبة والجفن بتاع العيون، وبعدين هجيب القلم السكيني او اللون اللي هو البيج لون الجلد، او اللون البامبا زي ما احنا اتفقنا الخفيف، او الاورنج الخفيف، واكمل تلوين بقية الوش. كده احنا خلصنا ايه القديس بجوش. ممكن بقى اجيب الاصفر كده وادي تاتشات خفيفه كده في الوش، علشان طبعا القديسين دول ايه منورين. تمام. طيب عايزين تسيبوا الخلفيه كده سيبوها. تمام. طب افرض انتوا مش عايزين الخلفيه بيضه، هتعملوا ايه؟ هتعملوا زي ما انا هعمل بقى دلوقتي. جبت اللون اللبني وهبدا كده ايه تاتشات خفيفه. شايفين انا ماسكه القلم ازاي؟ ماسكاه من الجنب. تمام، مش ماسكاه عمودي، ماسكاه كده بالجنب، وبترتفته كده ببدأ ألون ايه كل الخلفية بتاعة القديس بجوش. دلوقتي بقى ميعاد امتدكم يا فنانين على الرسمة بتاعتكم. يلا نبدأ باسمنا على الرسمة بتاعتنا. ودي كده الرسمة بتاعة القديس بجوش خلصناها. يا رب الرسمة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم وتبقى سهلة وتقدروا تعملوها. هستنى رسوماتكم اشوفها، وزي ما احنا متعودين اللي بيبعت لي رسوماته بجمعها، وبعدين بنعمل لكم فيديو مخصوص نشجع بيه كل اصحابنا اللي رسموا وبيتابعوا القناة. كمان هسيب لكم في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف قائمة الرسومات اللي احنا عملناها. احنا رسمنا قديسين كتير سوا مع بعض، فاللي لسه ما شافهاش يتفرج عليها. وما تنسوش تضغطوا على الزرار الاحمر تحت سبسكرايب، وما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو كمان عجبكم. وهستنى تعليقاتكم وتقولوا لي انتوا عايزين الفيديوهات الجاية نرسم قديسين مين سوا مع بعض. اتفقنا؟ اكتبوا لي عايزين نرسم مين المرة الجاية. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. كمان اللي لسه مش مشترك في القناة يشترك، يضغط على الزرار الاحمر. وكمان تعملوا شير للفيديو لو عجبكم، علشان خاطر كمان اصحابكم اللي حابين يرسموا قديس بجوش يرسموه معاكم. بركة القديس بجوش تكون معاكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ورسمة جديدة وقديس جديد جميل عسول زيكم بالظبط. باي باي.